رح نعمل فطاير بعجينة بترفخ، ليكو قد ايه رافخة ورقيقة، وبنفس الوقت ما بتفتح العجينة بالخبز. للعجينة بدي كيلو طحين متعدد الاستعمالات، بزيد عليه ملعقة ملح، وبرجع بحط فوقه كباية طحين قمحة كاملة، برجع بزيد عليهم ملعقتين سكر وبخلطهم كلهم مع بعضهم. بعدين بفركهم بكباية وحدة زيت زيتون، بفرك الطحين بالزيت. هيدي الوصفة ما بدها أبداً خميرة. برجع من بعدها بحط لها كبايتين مي فاترة، بعجنهم كلهم مع بعضهم أو بالعجانة أو بعجن على إيدي، وبترك العجينة ترتاح أقل شي ساعة. بعجن العجينة كتير منيح إذا على إيدي ربع ساعة وشي 10 دقايق بالعجانة. شوفوا كيف تطلع العجينة بتمط ومنا قاسية. بحط شوية زيت على إيدي وبشوف العجينة إذا صارت منيحة، وبتركها ترتاح على مدة ساعة أقل شي. بالنسبة للحشوة أنا استعملت سبانغ، هول نص كيلو سبانغ، غسلتن كتير منيح شي 3-4 تزوام، وفرمتن فرمة وسط، رشيت عليهم ملح وعم بفركن حتى يدبلوا، هيك بتصير الفطيرة تساع كمية أكتر سبانغ. بحط فوقهم نص كيلو بصل مفروم حبة ناعمة، ملعقة كبيرة سماق، وملعقة كبيرة بهار حلو، ويلي بيحب الحامض بيعصر لهم حامضة، ملعقة كبيرة ملح، وبخلطهم كلهم مع بعضهم. ليلي بحب الحر زيد عليهم رشة صغيرة تشيلي فليكس. وهلأ شو بعد ناقصنا؟ انتو قولولي. البندورة بدنا نص كيلو بندورة، ما يكون كتير مستوي أحسن ما يكب مي كتير، بفرمهم فرم ناعم، ليكو كبر الحبة قديه بتكون تقريبا، هي بحط فوقهم شوية زيت زيتون مش كتير، شي فنجان قهوة، بخلطهم كلهم مع بعضهم. ودايما أنا بحب دوقها كتير طيبة هيدا الحشوة، طيبة نية وطيبة بالحشوة. لقيت إنه بدها شوية سماق رجعت زدتلها مقدار نص ملعقة، وإنتو فيكن تحطوا حامض إذا بتحبوا الحامض. وهيدي هي الحشوة. شوفوا كيف دبلوا السبانغ، هيك بتصير الفطيرة تساع كمية أكبر من الحشوة. وبالوقت يلي كنت عم حضر فيه الحشوة كانت العجينة عم ترتاح. بين الغسيل والفرم والتحضير أخذ الوقت شي ساعة ساعتين. ليكو العجينة كيف بتمط وكيف طرية وبتجنن. برش رشة طحين على المجلة، وبرجع بفرد العجينة عليها بالشوبك، بحط الحشوة بقلبها وبتلتها. ما تكتروا كتير طحين أحسن ما ياخد كتير من العجينة، أحسن ما تصير العجينة قاسية. وحطوا حشوة قد ما بدكن فيها، كتروا الحشوة حتى تطلع غنية، يعني تاكلوا شطرية أنا عم بخبركن تاكلوا فطيرة مليانة حشوة مش مليانة عجين. رح أعمل وحدة تانية قدامكن، برش شوية طحين على الطاولة، برجع بجيب قرص العجين برقه بإيدي شوي صغيرة، وبرجع برقه بالشوبك. العجينة كتير طرية ولأنها معجونة بزيت بتمد وما بترجع تزم، يعني كتير هين الشغل فيها، ورقيقة فيكن ترقوها قد ما بدكن. من بعد ما أعملها بشكل دويرة بجيب الحشوة وبحط بقلبها. كتروا قد ما بدكن حشوة، كل ما تكتروا كل ما تطلع الفطيرة أطيب. تتخيلوا هيك عم تكتشوا كتشة فطيرة ويطلع لكم هيك حشوة مليانة تملي لكم قلبكم وتشبع لكم عينكم وتشبعكم، أطيب بمليون مرة من إنه تكون الفطيرة عجينتها سميكة وفاضية من الحشوة. ما تخافوا تنخزق العجينة إلا إذا طلع لكم حبة بندورة كبيرة مثل هاي الحبة يلي هلأ حطيتها أنا وعم قرصها. شوفوا كيف انخزقت، بس إذا انخزقت ما تخافوا، ما رح يصير شي. بقدوا في البندورة لجوا فوتوها لجوا، أوكي، ورجعوا كبسوا العجينة. بس تكبسوها بترجع تلحم وبترفخ وبتطلع بتجنن. هلا عندي صينية، هالصينية قديمة، دايما بدهنها زيت. الصينية القديمة أحسن ما يلزق عليها، بس إذا كانت صينية جديدة مثل هيدي ما بدهنها زيت. ماما بتقول إنه لازم ندهن وجهها بزيت، أنا ما بدهن بزيت، فرح أدهن وحدة بزيت والصينية التانية بدون زيت، تنشوف إذا بيطلع في فرق. أنتو شو بتقولوا؟ إذا برأيكم لازم أدهن وجه الفطيرة بزيت حطولي بالتعليقات. أنا عم حضر الفطاير، بولع الفرن على حرارة 200 درجة وبتركه يحمى. بس يحمى الفرن بحط الصينية على الواطي حتى تستوي بسرعة وترفخ. شوفوا كعب العجينة بس يصير هيك لونه يعني صارت جاهزة، بولعلها من فوق وبتركها تحمر من فوق. لما يحمروا من فوق بشيلهم وبحطهم بالصينية، وتخبركن إنه طلعوا كلهم مثل بعضهم، ما في فرق بين المدهون والمش مدهون.
بدي اخبركم شو حبيت فيها. منا حرة بس فيها هيك نكهة حر صغيرة. نكهة البهارات كتير طيبة فيها، البهار الحلو والسماق عطيها نكهة كتير طيبة، جوسي ومحشية منيح. أهم شي كتير طيبة. وقتها بنفرك السبانغ بالملح ومنعصرهم من المي بتصير الفطيرة تساع أكتر سبانغ، مشان هيك بتطلع محشية أكتر وأطيب. هيك ما بنكون عم ناكل بس عجين، بنكون عم ناكل حشوة. مش عم فيني وقف، كتير طيبة. يلا قوموا عجنوا واعملوا. ما بننسى شو نفس بالطبخ. love you all. باي.